وحشتوني قوي. لأول مرة يشوفني أنا رغدان. ما تيجوا نعمل حاجة حلوة ناكلها مع الشاي أو القهوة خطيرة. ايه رأيكم نعمل صينية جلاش بالكريمة أو المهلبية أو زي ما بيقولوا عليها القشطة الكدابة؟ هنعملها أجمل بكتير من اللي بنشتريها من بره. تجنن بجد، طعمها وريحتها وشكلها ولونها مش قادرة اوصف لكم بجد جمالها. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما ننساش ندعي كتير لاخواتنا في غزه. اول حاجه كده هنعمل طبعا الكريمه اللي هنحشي بيها الجلاش. حطيت كوبايتين من اللبن، وحطيت معلقتين ونص كبار من النشا او 3 معالق الا ربع. بعد كده معلقتين سكر كبار، وهندوب كل ده بالويسك كده وهنرفعه على النار درجة حرارة بقى واطية عشان ما تتلسعش من تحت. اول ما تغلي كده دقيقتين هحط 100 ملي من الكريمه، كريمه الخفق او الويبنج كريم. بعد كده هنحط فانيليا وهنقلبها برضو بالويسك، وهنرفعها على النار دقيقتين 3 كمان عشان النشا تستوي. بعد كده بقى هنسيبها على جنب عشان تبرد. هجهز بقى السمنه، تقريبا خدت نص كوبايه سمنه او ازيد شويه. هنجيب بقى لفه الجلاش بتاعتنا، وهنجيب الصينيه ندهنها كويس قوي بالسمنه من تحت. وبعد كده بقى هحط ورقتين ناحية اليمين، نصهم جوه ونصهم بره، وناحية الشمال برضو ورقتين نصهم بره ونصهم جوه، وهدهن كده دهنة سمنة. بعد كده ورقتين برضو الناحية دي، ورقتين الناحية دي، نفس النظام هدهنهم برضو سمنة وسط كده مش كتير قوي. بعد كده هحط ورقة متطبقة 2 في النص، وهحط الكريمة او المهلبية. هنظبطها بقى كويس كده، وبعدين نبتدي نقفل الناحية اليمين وبعدين الناحية الشمال، وندهن برضو دهنة سمنة كده. بعدين تاني اخر بقى طبقة الورقتين دول ورقتين دول، ظبطها بس كده، اتك عليها بس مش جامد. بعد كده بقى اقطع اي زوائد فيها، هظبط بس كده الجنبين دول عشان يبقى شكلهم حلو. بعد كده بقى سكينة كده حامية، هقطع الجلاش الاول، تبقى حامية عشان الكريمة ما تطلعش بره، ونخلي بالنا نقطعها اي تقطيعة، قطعوها اي تقطيعة انتوا حابينها، صغير كبير. بعد كده ما اقطعها بقى هبتدي ادهن سمنة فوق الوش، بس المرة دي بقى هدهن دهنة كويسة، يعني دهنة كويسة عشان اللون بتاعها يبقى حلو كده وذهبي. بعد كده بقى هدخلها، طبعا هسخن الفرن قبليها ب10 دقايق او ربع ساعة، وبعدين هحطها في الرف التاني من تحت على درجة حرارة 200 لغاية ما تبقى من الجناب كده لونها ذهبي فاتح. هبتدي بقى اطفي من تحت واولع الشواية لغاية ما تاخد اللون الحلو ده. هي كده كانت طلعت من الفرن وهي سخنة لسه. هحط عليها فوق الوش حليب محلى مكثف. انا استخدمت العلبة اللي هي 370 جرام، انا تقريبا يعني حطيت 3/4. ومش عارفة ليه بحس ان قوامه اتقل في الشتاء من الصيف، بحس ان هو اتقل من غير ما يتحط في التلاجة ولا اي حاجة. هبتدي بقى اوزعه كده في كل حتة، ونخلي بالنا كمان الجناب نحط كده في كل حتة من فوق الوش. انا بالنسبة لي الكمية اللي انا حطيتها من الحليب بالمحلى المكثف كانت كده سكرها مظبوط بالنسبة لي قوي. حابين تكملوا تحطوا بقية العلبة براحتكم، بس هي كانت سكرها كده مظبوط ظابطة حلوة قوي. بعد كده بقى استنيتها لغاية ما تبرد عشان بس الكريمة ما تبقى سايحة قوي، وقطعت عدت عليها بس تقطيع تاني. وده كده كان شكلها بجد تجنن، خطيرة يعني. اكيد شكلها يعني هو اللي بيقول لكم قد ايه تجنن. كانت حلوة قوي. وكمان ده لونها من تحت، بصوا من تحت لونها ذهبي ازاي، وقوام الكريمة من جوه مظبوط قوي. يعني لو عملتوها بالمقدار اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي كوبايتين لبن عليه معلقتين ونص كبار او 3 معالق الا ربع من النشا. اشربوا بقى معاها قهوة، نسكافيه، شاي في الشتاء ده بجد حلوة قوي. وبرضو زي كل مرة انا مش هقول لكم يا ريت تجربوها، انا هقول لكم لازم تجربوها عشان هي هتعجبكم جدا. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو ما اشتركتوش في القناة. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.